مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنمدكم بمزيد من المعلومات الحصرية والخاصة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. أثارت زيارة وزير الخارجية الروسي إلى تونس تساؤلات حول رهاناتها ودلالاتها، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع برود في العلاقات الأوروبية التونسية. المحلل السياسي نزار الجريدي كشف أن هذه الزيارة مهمة جدا، خاصة أن الدبلوماسية التونسية تعافت وأصبحت بوصلتها موجهة إلى الشرق وتطمح إلى السوق التجارية الكبيرة جدا هناك. وتابع بأنه تبين زيف العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات الضغط التي عاشتها تونس، والموقف الأوروبي الذي لم يكن قويا معها في الفترة الصعبة اقتصاديا واجتماعيا. وبين المحلل السياسي أن الوزير نبيل عامر زار روسيا، والآن لافروف في تونس التي لها حظوة كبيرة لدى موسكو بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، وروسيا تسعى إلى جعل تونس حليفا لها في المنطقة. مضيفا بأن ما يتم تداوله في الكواليس أيضا أن تونس قد يتم منحها قرضا مهما من روسيا أو منظمة باريكس، وهو أمر تتم مناقشته بين المسؤولين التونسيين ووزير الخارجية الروسي. ممثل جمعية الصداقة التونسية الروسية فتحي عشوش قال إن مثل هذه الزيارات هي نادرة ومن الوزن الثقيل، وهي الثانية من نوعها بين تونس وروسيا. وأكد على ضرورة استثمار تونس لموقعها الاستراتيجي، حيث تطل على نحو 80% من حركة الملاحة في البحر المتوسط. كما قال الدبلوماسي التونسي السابق عبد الله العبيدي إن موسكو تحاول من خلال هذه الزيارة استكشاف الوضع داخل تونس في سياق محاولاتها لتثبيت نفوذها في المنطقة الإفريقية. وأضاف أن روسيا تحاول توضيح الموقف لتونس حول موقعها على الساحة الدولية وما يمكن أن تقدمه إليها، وعليها الآن استغلال التنافس الدولي على النفوذ بين الغرب وروسيا.